يا ترى هل صناع السيارات اليابانية بيضحكوا علينا بقصة الاعتمادية وتوفر قطع الغيار دي في الوقت اللي بيتجاهلوا فيه حاجات مهمة جدا؟ مش هقول لكم الكماليات والخامات عشان دي معروفة، لا أنا هكلمكم عن حاجة تاني وهي الثبات. تعالوا نشوف مثال من 3 شركات كبرى من الشركات اليابانية، ونشوف من كل شركة 3 عربيات عشان نتعرف على ثبات السيارات اليابانية هيبقى عامل ازاي. وهنبتدي بأول شركة وهي شركة تويوتا، ومعانا مربية الأجيال تويوتا كرولا موديل 2019 هاتشباك. العربية دخلت الأول على سرعة 78 ولطشت أمع وما قدرتش تكمل أصلا. بالنسبة للعربية هاتشباك كمان دي مفاجأة كبيرة، زي ما احنا شايفين كده توجيه العربية سيء جدا مع إنها عربية صغيرة أصلا في الحجم. طب تعالوا ننزل بالسرعة شوية ونشوف العربية هتعمل إيه. نزلوا ل 77 ومع ذلك النتيجة كل اللي اختلف فيها إن هي قدرت تكمل التراك، لكن لطشت لها قمعين برضه، وكان أفضل محاولة ليها على سرعة 75. بالنسبة للعربية هاتشباك دي سرعة بائسة جدا، أي نعم هي قريبة من ال 77 بس على الأقل كعربية هاتشباك المفروض تحقق ال 77. طب تعالوا نشوف الأخت الكبرى وهي تويوتا كامري هايبريد موديل 2021. هل بقى هتنجح في اللي فشلت فيه كورولا؟ دخلت الأول على سرعة 76 ومع ذلك لطشت الإقماع وما كملتش، حاجة في منتهى البؤس. احنا بنتكلم على عربيات هاتشباك وسيدان، ما دخلناش خالص في الاس يو في، ومع ذلك توجيه العربيات سيء إلى أقصى درجة. طب ننزل لسرعة مهينة وهي ال 73، برضه لطشت أمها، مفيش فايدة. طيب ننزل لكام تاني؟ يعني ننزل ل 50. الحقيقة هم حاولوا معاها تاني على ال 73 ودي كانت السرعة الوحيدة اللي قدرت العربية تكمل التراك عليها، برضه تجربة غاية في البؤس. طب تعالوا نروح لتويوتا جي ار 86 موديل 2023، برضه عربية صغيرة في الحجم، المفترض انها تأدي كويس. على سرعة 77 افتكر نفسه ان هو بيلعب تجميع نقط عن طريق خط الإقماع، وبرضه خبط الإقماع وما قدرش يكمل. ولما بيسألوا السواق قال لهم انتوا جايبين لي عربية تويوتا، اهم حاجة ان يكون التكييف بتاعها تلاجة. وكانت افضل محاولة للعربية على سرعة 75. عربيتين هاتشباك والاتنين ما قدروش يحققوا حتى ال 77، فنقدر نقول ان تويوتا تجربة بائسة جدا في الثبات. طيب نروح لشركة أفضل شوية وهي شركة هوندا، ومعانا منها هوندا اتش ار في موديل 22. العربية ضخمة ومتوقع إن ثباتها ما يكونش قوي، بس خلينا نشوف. على سرعة 81 العربية ما قدرتش تكمل، وأنا مش هقدر ألومها لأن السرعة عالية والعربية حجمها كبير، بس برضه بنشوف في التصوير البطيء إن التوجيه فيها سيء جدا والبادي رول فيها برضه عالي جدا. طب دخلوا العربية تاني على سرعة 76 على أمل إن دي السرعة اللي تقدر تكمل عليها. الحقيقة إن هي حكت في أمع بس ما وقعتوش، وكملت بس بصعوبة شديدة، وجسم العربية كان بيتنطط بشكل غريب. على سرعة 75 العربية برضو لطشت أمع، واضح إن مفيش فايدة. وكانت سرعة 74 هي السرعة اللي قدرت العربية تكمل عليها التراك، برضو تجربة بائسة جدا من العربية دي. نروح بعد كده الهوندا سيفيك موديل 23. على سرعة 79 خبطت أمع، على سرعة 75 خبطت نفس القمع، وتقريبا هو قرر ان هو ما يكملش عشان حس انه مفيش فايدة، وكان افضل محاولة ليها على سرعة 74. برضه سرعة بائسة جدا بالنسبة لعربية زي دي. مش فاهم ايه اللي بيحصل في العربيات الياباني، وهل هم متجاهلين قصة الثبات ولا ايه بالظبط. بعد كده معانا عربية صغيرة وهي هوندا جاز. السواق خد حبة الشجاعة ودخل على سرعة 80، وعايز اقول لكم ان العربية عدت وده شيء غريب جدا. دخلها على 85 كمان، بس المرة دي حكت في أمها ووقعت التاني. طبعا دي سرعة عالية جدا، بس العربية واضح ان هي شجعتهم ان هم يختبروها على سرعات عالية. هنا بنشوف بقى فرق التوجيه ما بين العربيات اللي قبلها والعربية دي. اي نعم العربية داست على قمع، بس بتلاقي ان العربية بتستجيب للتوجيه. طبعا الحجم ليه عامل كبير جدا. نروح بعد كده لشركة مازدا، ومعانا المازدا 3 موديل 2019. هل بقى مازدا هتتفوق على الهوندا والتويوتا ولا لا؟ العربية دخلت في الأول على سرعة 77 وبرضه افتكر نفسه في فيديو جيم ووقع كل الإقماع. تعالوا بقى نشوف أفضل محاولة للعربية واللي هي كانت على سرعة 76، برضه ما قدرتش توصل لل 77 مع إن إحنا بنتكلم على مازدا 3 هاتشباك كمان. طب تعالوا بقى نروح لعربيات أكبر شوية زي السي اكس 30 ونشوف هل بقى غلو تمن العربية هيفرق في الموضوع ولا لأ. على سرعة 78 ما قدرتش أصلا تكمل، ولما نزلوا سرعة 77 كان الوضع أسوأ، فالموضوع مش فارق 7 زي 8. برضه هنا التوجيه تقريبا مش موجود، الدركسيون بيلف والعربية بتروح في الحتة اللي هي عايزاها. حتى على سرعة 76 خبطت أمها، والسرعة الوحيدة اللي قدرت تنجح فيها هي سرعة 74، برضه حاجة في منتهى البؤس. هنروح بقى للعربية اللي أكبر منها وهي سي اكس 60 موديل 23. العربية دخلت على 78 وخدت لها 3 أقماع وهي ماشية، بس على الأقل قدرت تكمل التراك.
برضه في التصوير البطيء بنشوف ان التوجيه فيها صعب مش سهل، بس هنقول ان هي عربيه كبيره، فخلونا نشوف هي هتقدر تنجح على سرعه كام. على سرعه 77 برضه ما قدرتش تنجح، ولكن خبطت واحد. هنا السواق بيقول اديني فرصه تاني، انا حاسس ان انا هخليها تقدر المره دي. وبالفعل دخل تاني على سرعه 77، وهي دي السرعه اللي قدرت تكمل عليها. من هنا نقدر نقول ان ممكن نقول على العربيات اليابانيه عربيات اعتماديه وكل حاجه، تكييف ثلاجه، قطع غيار متوفره، وفي بعض البلاد رخيصه، لكن في الثبات عليها ألف علامة تعجب. في ناس هتقولي شوف عربيات تاني مثلا زي اللكزس او الانفينيتي او السوبارو، لو انتوا حابين تشوفوا العربيات دي ممكن برضو نشوف ايه العربيات المتاحة منها ونعرضها، او ممكن نقفل باب الياباني في الثبات لحد كده.